السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديونا اليوم هي كيكة الماتيلدا حبايبنا. سويتها بطريقة سهلة وسريعة ومكونات متواجدة بكل بيت. هسه نسمي بالرحمن عندي ويا الصوص مالتها. عندي هنا أنا كوب ونص من الشكر، وكوب من النشا، وكوب من كريم شانتي حبايبنا، وراح أضيف عليها 1 كوب من حليب السائل. واذا ما عندكم حليب سائل حبايبنا تقدرون تضيفون كوب من المي عليه ملعقتين كبار من حليب الباودر وتخلطون. وعندي هنا هذا الكاكاو 100 غرام للطعم للنكهة راح اضيفه، واذا ما عندكم بلاها عادي، بس احنا نضيفه للطعم. وهنا عندي ملعقتين كبار من الزيت النباتي، راح اضيف ملعقتين كبار متروسة من الكاكاو الخام الغير محلى حبايبنا. وهسه حبايبي نخلط احنا على نار هادئة يعني متوسطة، لا عالية حيل ولا ناصية حيل، على مود اقدر يعني اسيطر على المواد، اظل اخلط بيها الى ان تروح كل التكتلات. وهنا أنا عندي علبة ام 500 دينار حبايبنا من القشطة، واذا ما عندكم طبعا اختياري، بس هو يعطيها طعم كلش طيب. وهم بديت اخبط الى ان يصير الخليط مال الصوص حبايبنا يقوم يغلي ويذخن. راح نخليه يعني تشوفون هيك قوامه، راح نخليه يبرد تماما بين ما نجهز الكيكة، يكون وياي بارد كلش وثخين. مقادير مضبوطة 100%. عندي هنا 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، راح أضيف عليهم كوب ونص من الشكر الناعم الحبيبات، أضيفه إلى 3 دفعات مثل ما تشوفون مع الخلط المستمر. والخلط حبايبي إذا تردون كيكة هشة ومرتفعة الخلط يكون باتجاه واحد، لا تظلون تاخذون يمين ويسرى، لأن راح تطلع عندكم الخليط ما يصير أبيض ورغوي. احنا نريد البيض العفو يطلع وياي أبيض ورغوي. هنا أنا عندي 3/4 الكوب من الزيت هم ضفته، والخلط مستمر. من بعدها أكمل وأضيف بقية المواد. هسه هنا وقفنا حبايبي، راح أضيف ملعقتين كبار من الكاكاو المر الغير محلى. طبعا أكيد النخلة على مود شكو تكتلات، شفتوها حبايبي شلون طلعت. وعندي 2.5 كوب من الطحين، يعني نص كوب من الكاكاو الخام، و2.5 كوب من الطحين مع النخل أكيد. والطحين لازم نوعية زينة يعني طحين صفر حبايبي. ومن بعدها راح أخلط بالخلاط، ومن بعدها راح أضيف 1 كوب من حليب الحيل حار يعني حيل ساخن، 1 كوب حليب ساخن. طبعا للأسف ما مصورت الكاميرا. وعليه ملعقة من القهوة سريعة الذوبان. طبعا أني آسفة ما مصورة الكاميرا مقطوعة، حاسبها مصورتها. فهنا أنا ذكرت لكم المقادير حبايبي. فهسه ايش راح اضيفه من بعدها؟ هنا أنا راح اضيف 1 ملعقة ما تعادل 10 غرام من البيكنج باودر، وعندي ملعقة شاي صغيرة من السودة حبايبنا لا تكثرون، وملعقة كبيرة من الخل الأبيض، راح يساعدونا على هشاشة الكيكة وعلى ارتفاعها، وتطلع وياكم ناجحة 1,000,000% من كيفها تنجح هذه الكيكة. بس جربوها على طريقتي وبخطواتي مثل ما سويتها، وشوفوا النتيجة مالتها تجنن تجنن تجنن. طبعا أنا هنا متواجد عندي هاي الجدرية مقاسها 20، يعني بطنتها بورق الزبدة ودقيتها 3 مرات حبايبنا على سطح المرمر. دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 ومحمى مسبقا. أخذت من عندي 55 دقيقة صراحة على نار يعني لا تخلوها تعلى. أول ربع ساعة على 180، من بعدها نزلتها على 160، خليتها براحتها تستوي. وشوفوا لي الجمال مالتها والهشاشة تجنن. هسه راح نقسمها إلى 3 أقسام، لأن إحنا نريد نسوي ماتيلدا كيكة الماتيلدا حبايبنا. فراح أقطعها وأحشيها بالصوص اللي سويته أو الجناش اللي سويناه. طبعا هنا هي شوية خليتها تهدى، يعني شوية بردت نص ساعة. شوفوا لي الجمال مالتها والهشاشة تجنن. هسه راح نحشيها الجناش اللي سويناه أو الصوص. أول مرة نسقيها بحليب سائل. طبعا خليت لي ملعقة من الحليب الباودر، عليه نص كوب من المي، وعليه رشة من الفانيلا. وسقيت الكيكة على مود تطرى عندنا وتصير تجنن. وشوفوا لي قوام الجناش شلون ماسك نفسه وشلون ثخين،
يجنن بنات، كلش طيب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اعتمدوه يجنن. للحشوات مال الكيك خرافي خرافي خرافي، كأنه ما شوكليت. هسه هنا أنا بديت شوي سرعت لكم، راح أحشيها الطبقات، ومن فوق هم أضيف لها الصوص على مود يعني هي يعني بدون تزيين، لأن هي بس الصوص وعشوائي يصير. فأني آخر شي حبيت أعطيها لمسة يعني تزيين بسيط مال الشرائح الجوز الهند، ويبقى اختياري. بس هي الصراحة ما يحطوا لها أي شي، بس الصوص الجناش يخلوه يعني فوق الكيكة وتجنن تصير. بس أنا انطيتكم حبايبنا المقادير، بعد إبداعاتكم انتو شنو تسوون. تسووا بعد القوام مالته شلون روعة روعة روعة، كأنما الكراميل الجاهز بس على شكل يعني كاكاوي. هنا أنا خليت القاعدة الأخيرة حبايبي، وراح أغلفها تجنن صراحة، اعتمدوها. يعني أنا سميته صوص الشوكليت، هذا مو صوص الجناشي، كل شي جنن طلع وياي. والحمد لله والشكر رب العالمين. إذا وصلتوا وياي لهنا حبايبنا لا تنسونا باللايك والاشتراك حتى يوصلكم كل شي جديد أنزله، وإن شاء الله أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، مع ألف سلامة.